مشكلة القميص الأحمر ذا. اليوم النسر كذا حلق في سماء جدة وفين يوجعك، ما تسمع الا وزيو واحد، زيو اثنين، زيو ثلاثة. بس كويس انها ثلاثة، يعني في تقدم. طيب في تقدم في النتائج. ما تقدر تقول والله المباراة تحكيم ايش، لا ما مش يعني حتى التحكيم ما مش هتلاقي عذر. اصلا كانت في لعبة مش عارف ايه، ما برضه ما تتلم. فرقة عظيمة، فرقة عظيمة والله. الاهلي فريق عظيم، فريق عظيم يعني. تجيبها كذا توديها كذا، تدور لك عذر. فرقة فارقة فارقة. انت جايب بنزيما وكانتي وعبد الله وسعيد ومحمد وكل الشلة ما فيه. والله يا اخي فرقة الاهلي ذي فرقة فيها روح، فيها حيوية، فيها حياة. يمكن هذا سر عظمة النادي الاهلي وهالجماهيرية العظيمة اللي موجودة له في مصر وفي الدول العربية. تأهل الاهلي المصري لنصف نهائي كأس العالم. حدث كان الكل يتوقع انه لا احنا يعني المستضيف الاتحاد راح يروح لدور نصف النهائي. لا لا لا، على فكرة الاتحاد كان كعبه عالي على الاهلي وعنده نتائج تاريخية احسن من الاهلي. اليوم جاء الاهلي سدد كل الفواتير، قال لك تعال انت حسابك كام؟ خذ ها 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 وتبس، حط تبس. السؤال اللي يطرح نفسه، ليش الاهلي سوى كل هذا؟ الاهلي انت مين؟ اول تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده الضيوف واخواتي ومنورين. اللي بيراهن على الاهلي ما يخسرش. انا امبارح قلت لك ابو بدر، أيوة. وقلت لكل الناس لا تامنوا غضب الاهلي. ليه بقى؟ في نص ثانيه هي جينات تتوارث. شخصيه الاهلي مختلفه عن الجميع. هناخذ من عندكم نقل دم بالطريقه هذه، محتاجين احنا ونرحب بالاستاذ طلحه احمد معنا من العاصمه الاردنيه عمان، عبد العزيز الزلال معنا من الرياض، وحامد البلوي. نادي القرن الافريقي يسدد كل الفواتير القديمه في جده ويلحق الاتحاد بالهلال. مصر الاهلاوي يحلق في سماء الجوهره ويضرب الاتحاد 3 بلمسات عالمية. حماس وروح ورجولة في القميص الأحمر، مشعللين في الملعب والمدرج. 56 ألف في مدرجات الجوهرة، والمدرج الأحمر يقول ما تقوموا تروحوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنقول لإخواننا السعوديين هارد لك، قلنا لكم دايما وقلنا لكم قبل كده الأهلي خط أحمر. الأهلي مش فريق عادي، مش أي فريق ممكن تهزمه بسهولة. الأهلي مهما كانت فلوسك، مهما كانت تدعيماتك، الأهلي ممكن يعمل معاك الجلاشة. والجلاشة حصلت في أرض السعودية، في أرض اتحاد جدة، وفي وسط جمهوره بنتيجة تقيلة 3-1. عشان إيه ده يا جماعة؟ عشان ده النادي الأهلي. النادي الأهلي بنقول للإعلام الكبير وليد الفراج، أنت قلت لنا من 3-4 شهور أول ما جبتوا التدعيمات بتاعتكم في الدوري السعودي لازم المصريين يتعودوا على الواقع الجديد. الواقع الجديد اللي هو إن الكرة السعودية هتبقى كرة عالمية وأعلى كتير من الدوري المصري ومن الفرق المصرية. وكلامك ده كان موجه تحديدا لجماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية. جالك النهاردة الرد من النادي الأهلي، كبير الأندية العربية، كبير الأندية الأفريقية، النادي العالمي اللي بجد بحق وحقيقي من غير أموال السعودية. ده مش تقليلا من شأنكم. الدوري السعودي طول عمره من فترة طويلة بقاله حوالي 20 سنة دوري قوي، ولكن برضه الدوري المصري ليه طعم تاني وشكل تاني بوجود النادي الأهلي فيه. النادي الأهلي دائما رقم صعب على كل الأندية اللي بيواجهها النادي الأهلي، سواء الأندية ديت عالمية أو أفريقية أو عربية. وشفنا ده وهو بيواجه الفرق الكبيرة بيعمل معاها إيه. والنهاردة مع فريق عالمي حاليا في اعتقادهم زي اتحاد جدة بالتدعيمات اللي وصلتهم هذا الموسم، كريم بنزيما وأشقائه ما قدروش يعملوا حاجة مع النادي الأهلي بتاريخه، بعراقته، بالروح القتالية والجينات اللي موجودة داخل النادي الأهلي. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية،
ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.